السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض صينيه جلاش بالسجق بطريقه سهله جدا واقتصاديه. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصل حضراتكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا بصلايه مقطعاها مكعبات صغيره. اول حاجه نبتدي ان احنا نعملها مع بعض، نبتدي ان احنا ننزل بمعلقتين كبار من الزيت، واول ما الزيت يبتدي ان هو يسخن معانا ننزل عليه بالبصل اللي احنا مقطعينها مكعبات صغيره. واول ما البصل تبتدي ان هي تدبل معانا ننزل عليها بالسجق بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وانا هنا معايا فلفل مقطعاه مكعبات صغيره، فلفل احمر واخضر، فلفل الوان. ابتدي ان انا انزل بيه على السجق بالشكل ده. واول ما الفلفل يبتدي ان هو يدبل معانا ننزل عليه بالطماطم اللي احنا مقطعينها مكعبات صغيره. بعد كده نبتدي ان احنا ننزل بالتوابل، نزلنا بورق لوري، وبعد كده ننزل عليها بالملح، نظبط ملح السجق. وبعد كده ننزل عليها بنص معلقه بهارات لحمه، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، نص معلقه بابريكا. ونبتدي ان احنا نقلب السجق كويس جدا لغايه ما يتسبك معانا بالشكل ده. بعد كده اكون مجهزه معايا لفه الجلاش، وابتدي ان انا اظبط الصينيه على قد لفه الجلاش بالظبط. اجيب الصينيه واكفيها كده زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده ابتدي اخد مقاس الجلاش بالصينيه بالشكل ده. الزوايد اللي بتطلع من لفه الجلاش احنا مش بنرميها خالص، احنا بنستخدمها برضو في اثناء لفه الجلاش اللي احنا بنعملها. بعد كده اكون مجهزه معايا صينيه وادهن الصينيه سمنه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده ابتدي ان انا اقسم الجلاش لنصين، وابتدي ان انا اخد اول جزء من الجلاش وافرده عندي كويس جدا في الصينيه. بعد كده ابتدي ان انا اخد الزوايد اللي كانت طالعه من الجلاش بالشكل ده، وابتدي ان انا افردها في الصينيه. بعد كده ابتدي ان انا اجيب السجق اللي احنا عملناه مع بعض، ابتدي ان انا افرشه كويس جدا في الصينيه عندي بالشكل ده، اوزعه كويس جدا. وبعد كده ابتدي ان انا انزل عليها بالجبنه الموتزاريلا. وانا هنا كان عندي زيتون مخلي، بدات ان انا انزل بالزيتون المخلي بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده ابتدي ان انا اكمل الزوايد اللي كانت طالعه من الجلاش، وابتدي ان انا افردها كويس جدا في الصينيه. وبعد كده ابتدي اخد الجزء التاني من الجلاش، وابتدي ان انا اقفل بيها الجلاش كويس جدا. بعد ما قفلنا صينيه الجلاش بالشكل ده نبتدي ان احنا ندهن وش الجلاش بالسمنه علشان خاطر نقدر نعرف نقطع صينيه الجلاش قبل ما ندخلها الفرن. ميزة دهنة السمنة ديت ان هي بتسهل علينا التقطيع وما بتخليش الجلاش يقعد يتحرك مننا. ونخلص تقطيع الصينية بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. نبتدي ان احنا نجهز معانا كوباية لبن، وابتدي انزل بيها في الخلاط، وانزل عليها ببيضة، وانزل عليها بنص معلقة فلفل اسود، وابتدي ان انا اضربها كويس جدا في الخلاط. وبعد كده ابتدي ان انا اسقي بيها الجلاش. وانا كان عندي هنا شوربة، ابتدي ان انا اسقي بيها بنفس المج اللبن، هو نفس المج الشوربة. وبعد كده ابتدي ان انا ادخل صينية الجلاش في الفرن، تطلع معانا بالجمال ده. شايفين ما شاء الله جميله ازاي؟ وابتدي ان انا اقطعها. اكله سريعه واقتصاديه متاخدش معانا وقت، وكمان خفيفه في فتره الصيف، طعمها جميل جدا وسريعه جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.